السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يجعلنا محاطين بعباد الله الصالحين. الموضوع اللي هتكلم فيه رؤية الإنسان منا للملائكة. قبل ما نتكلم عن رؤية الملائكة لازم تعرف حتة شرعية. هل ممكن احنا نرى الملائكة؟ لازم تبقى عارف الملائكة أجسام نورانية شفافة خلقها الله للطاعة، لا توصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة. تعبد الله حتى تموت، منهم الراكع أبدا ومنهم الساجد أبدا، ومنهم وأشرفهم جبرائيل، ومنهم سيدنا ملك الموت. ما فيش حاجة اسمها عزرائيل، ملك الموت سماه الله عز وجل في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت. ومنها سيدنا عزرائيل. عزرائيل يبقى مين؟ ملك الموت، خلاص نقول ملك الموت. منها سيدنا ميكائيل، منهم سيدنا إسرافيل. الملائكة متنوعون، منهم حملة العرش، منهم أصحاب المؤمنين. دايما الملائكة بتحب المؤمنين. دايما الملائكة في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يبقى هل ممكن نرى الملائكة؟ لا يستطيع كائنا من كان أن يرى الملائكة في الصورة الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا عليها. أمال إيه اللي يحصل؟ ممكن نرى الملائكة في صورة بشر. ما الدليل على ذلك؟ السيدة العذراء البتول مريم رأت سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جات له الملائكة تهلك قرى قوم لوط، جاوا له في صورة شباب، يبقى في صورة ايه؟ بشر. سيدنا لوط لو هو قاعد جاءوا إليه في صورة شباب صالحين طيبين. أنا وإنت ممكن نشوف الملائكة في المسجد في الشارع على هيئة رجل صالح تقي ذو رائحة طيبة ذو كلام حسن. ولكن سيدنا ابن عباس رأى جبريل بس رأى ازاي؟ رأى في صورة بشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف مسندا ظهره عند حائط ووقف معه رجل، فسيدنا ابن عباس واقف في حتة بعيدة، فلما خلص بيقول له يا رسول الله هذا الرجل أطال عليك. قال له أرأيته؟ قال نعم. قال هذا جبريل، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. وكان دايما سيدنا جبريل ينزل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معاه. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال لها كان هنا جبريل وبعت لك السلام وسلام من جبريل وسلام من الله. فبكت أم المؤمنين وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب بنعيم. فرؤية الملائكة اللي زي وزيك نشوفهم في المنام تدل على طيب الرزق وعلى الخير. وإذا رأيت الملائكة تحمل الطعام، جايبه ملائكه وانت حسيت ان هم ملائكه وشايلين طعام، بتدل على انك مجاهد في سبيل الله وسوف تموت ميتة الشهداء. يبقى على هيئه بشر لقيت ملائكه بتشد منك السلاح اللي معاك، تنزع منك السلاح والعياذ بالله. توب الى الله واستغفر وعود الى الله، لان قوتك ستنزع منك ومنصبك سينزع منك وسلطانك هيروح منك. يبقى تعمل ايه بقى؟ يبقى الرؤية تحذيرية، استغفر الله وعود الى الله سبحانه وتعالى. اذا رأيت الملائكة وانت خايف فدي حرب سوف تندلع وتسبب دمار في البلد اللي انت فيه او في البلاد الايه المجاورة لبلاد. طب اذا رأيت الملائكة وانت مسرور وفرحان دعواتك استجيبت وستصل لأهدافك. طيب اذا رأيت الملائكة وهي حزينة انت ستخسر شخص عزيز عليك، حافظ على اصحابك. اذا رأيت الملائكة وهي تنفخ في الصور ده خطر كبير ودمار وهلاك هيحصل في المكان اللي انت فيه. اذا رأيت اسرافيل ينفخ في الصور، سيدنا اسرافيل اللي هو موكل بالارزاق، سيدنا اسرافيل بينفخ في الصور بامر الله عز وجل، يقول لك اقتراب الاجل. طيب إذا أنت لقيت نفسك في المنام تحولت من بشر إلى ملاك، يبقى تحول الشخص في المنام من بشر إلى ملاك، يبقى أنت موعود من الله بالنصرة على الأعداء، ولك جاه ولك سلطان سوف تحصل عليه ودرجة عالية. طب العزباء ترى الملائكة، يبقى هي حسنة الأخلاق وسترتبط قريبا بإنسان صالح تقي يخاف الله سبحانه وتعالى. المتزوجة التي ترى الملائكة
بشرى بالإنجاب والحمل السعيد. المتزوجة ترى الملائكة تطير، استقرار حياتك مع جوزك. ملك يبكي، إذا رأيت أنت ملك يبكي هي أزمة في حياتك، استغفر الله واذكر الله وهتمر إن شاء الله. طيب مريض يرى الملائكة، شفاء من المرض وأخبار سارة وسعيدة. وإن شاء الله أكمل الحديث عن الملائكة في لقاء آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رفقة عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.